في 2010 وبالضبط في السودان، في واحد القريه كيسميوها قريه سودري. واحد العشيه ديال الخريف كتبدا القصه ديالنا بخروج الفتاه شويل من المنزل ديالها باش تسرح الغنم والمعز. يعني هذا هو الروتين اليومي ديالها وهي في عمر 10 سنين، ومن المفروض فتاه في هذا السن هذا انها تكون في المدرسه. المهم ما علينا، هذا موضوع اخر. المهم كيف العاده سرحات دوك الغنيمات تاع باها، قرب يطيح الظلام وقالت ارى نرجع للدار. وهي عندها واحد العاده انها قبل ما ترجع للدار ديما كتحسب دوك الغنيمات كتلقاهم هما هذوك كترجعوا للدار. ولكن في ذاك النهار بالضبط حسبتهم كتلقى 4 النعاج ناقصين. 4 النعاج ناقصين. البنت مسكينه خافت وتخلعات وناض فيها واحد الرعب اللي لا يمكن، وهذا الشيء بسبب باها اللي كان واعر بزاف وكان قاسي معاها وعنيف لواحد الدرجه لا تتصور. ابسط خطا كيعنفها، كيستعمل فيها جميع وسائل العنف. شنو هو الحل؟ شنو غادي دير شويل في هذه اللحظه هذه؟ كترجع داك الغنم للدار وكتختفي بالمره. باها كيدخل من السوق وكيف العاده كيمشي لذاك الغنم هو الاول من كثره الجشع ديالو، حتى هو كيحسبو حتى كيلقاه هو هذاك عاد كيمشي كيدخل. في ذاك النهار با دخل من السوق، مشى كيحسب في ذاك الغنم، لقى 4 النعجات ناقصين. مشى كيقلب على شويل ما لقاهاش، خرج للقريه بدا كيقلب عليها ولقاها فعلا. وبكثر ذاك العصاب السيد كشكشو خرجوا، هز بنته شويل هو يديها لحدا واحد البير اللي هو مهجور وناشف وكان قريب من القريه. هنا بط شويل كينطق وكيعطيها جوج الاختيارات. قال ليها دابا اختاري، غير يندبحك ونرميك في هذا البير المهجور كيف ما ديجا درت مع امك، او لا نرميك في البير وانتي حيه. البنت عينيها عامرين بالدموع ديال الخلعه وقلبها كيضرب بالجهد. بطبيعه الحال هنا اي واحد فينا غادي يختار القرار الثاني اللي هو ارحم قرار وارحم اختيار. البنت كتنطق وقالت ليه غا ارميني في البير وانا حيه. تخيلوا الاب باش دار. الاب كيرمي بنته اللي في عمر 10 سنين في بير مهجور بلا حتى شي ذره ديال الرحمه، لا رحمه لا شفقه. كيرميها في داك البير وكيرجع في حاله للدار بحالها ما وقع والو. الناس ديال القريه فاش شافوا شويل غبرات وما بقات ليها حتى شي اثار، مشاو عند با دقوا عليه الشريف فينا هي بنتك؟ ما بانتش لينا غبرات. قال لهم ما عرفتش، هربات ما عرف فين مشات، تضرات ليا ما عرف فين مشات. شويل كدوز في داك البير 40 يوم، وكان الحال ديك الساعه رمضان كله هو دوزته في بير مهجور اللي كان قريب من القريه ديالهم. وفي ليله عيد الفطر كان واحد الطفل تا هو صغير في نفس العمر ديال شويل 10 سنين كيسرح الغنم في قرابه داك البير فين كاينه شويل. الدري غادي وكيسرح ما بيه ما عليه، حتى كيسمع شي صوت خارج من داك البير، والصوت عباره عن انين ديال شي دري صغير. هنا الدري تخلع ورجع كيجري للقريه وخبر عائلته بداك الشيء اللي سمع. انتشر الخبر في القريه وقرروا انهم لغد ليه الصباح مباشره وراء صلاه عيد الفطر يمشيو لذاك البير ويشوفوا شنو واقع. بالفعل فاقوا ذاك الصباح، صلاو ومشى ازيد من 50 راجل من القريه للبير باش يتفحصوا ويشوفوا شنو واقع في ذاك البير ويعرفوا المصدر ديال ذاك الصوت اللي سمع ذاك الطفل الصغير. وهما بجنب البير وكيستشروا بيناتهم شكون هو هذا اللي غادي يغامر وينزل باش انه يشوف شنو كاين في ذاك البير. هنا كيقرر واحد الشاب يتطوع وينزل للبير. الشاب سميتو صالح عبد الخير. عاونوه اهل القريه بحبل تنزل للبير. وهنا كانت الصدمه. الشاب كيلقى هيكل عظمي في وسط واحد الكسوه اللي هي راشيه وكاع مقطعه، ولكن طفله ما زال حيه. هز هذاك الشاب وعتقها اخيرا من بعد واحد العذاب ديال 40 يوم داخل واحد البير اللي هو مهجور وما فيه حتى واحد. السؤال اللي كيدور لكم كلكم في دماغكم دابا هو كيفاش قدرات شويل تعيش 40 يوم في بير بلا ماكله بلا شراب؟ هادشي اللي غادي نعاود لكم دابا يقدر يصدمكم. كاين فيكم اللي غادي يتيقوا وكاين اللي ما غاديش يتيقوا. الجواب جاء على لسان الفتاه شويل اللي صرحت به لاهل القريه وفرقات الرعايه الطبيه اللي تكلفوا بها والمحققين. قالت لهم باللي في 39 يوم اللي دازت كيجي عندي واحد الراجل لابس الابيض ووجهه ما باينش وكيعطيني الحليب ديال الجمل، الحليب ديال الابل، وكيختفي بالمره. وفي النهار رقم 39 جا عندها عطاها كيف العاده داك الحليب ديال الابل، شرباتو وقال لها هذه هي اخر وجبه
غدا غادي يجي واحد الشاب غادي يعتقك. وبالفعل داكشي اللي وقع. شويه ملي خرجات عاودت لهم القصه من الاول حتى الاخر، كيفاش وقع ليها تتلاحت في البئر، وعاودت لهم على داكشي اللي دار ليها باها. تم الاعتقال الاب وضرب شي شهوره في الحبس، ولكن شويه كتدخل وكتمشي عند القاضي كتقول ليه يعفي على الاب ديالها، حيت واخا هكاك مازال كتبغيه. شوف البنت كيفاش حنات في باها وهو ما حنش فيها. وبالفعل داكشي اللي وقع من بعد شهور قلال الاب ديالها كيخرج بعد ما عفات عليه بنته. صدق من سماهم المؤنسات الغاليات. القصه ديالها كانت دارت ضجه كبيره في وسائل الاعلام، سواء الاعلام العربي او الاعلام السوداني. ومن بعد هادشي اللي وقع شويل كتبناها واحد العائله في الخرطوم، تهلاو فيها ودخلوها للمدرسه وهي في عمر 16 سنه. ومن وراء هادشي قرر ولد عمها انه يمشي يخطبها ويتزوج بها، وفعلا داكشي اللي وقع، تزوج بها ولد عمها. ولكن بعد ما داز عام قدر الله انه ما تكتملش الفرحه ديالهم وتوفات شويل من بعد ما جاتها واحد النوبه ديال الصراع وهي في سن 17 سنه. كنتمنوا من الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من اهل الجنه ان شاء الله. هنا كتكمل القصه ديالنا، واللي بغى يتفرج في واحد الحوار ديالها مع واحد القناه سودانيه راه غادي نحطوا لكم في صندوق الوصف او لا في الكومنتيرات بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا في الفيسبوك. ما تنساوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه باش يوصلكم اي جديد. وإلا عجبكم الفيديو خليو لي شي كومنتير زوين دعموني به، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.